ايضا كابتن احمد ناجي، اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه منتخبنا الوطني. ادي مؤمن زكريا، مؤمن حرك كويس حقيقه، مؤمن لاعب نشيط، لاعبين اللي بيبذلوا جهد كبير، لكن اللمسه الاخيره ورغم كده سجل 8 اهداف في الدوري وضيع ركله جزاء كان في لقاء التحديد، وسجل في القطن وسجل في الوداد، سجل هدفين في هذه البطوله. كرة ثابتة أمامنا هنا لصالح النادي الأهلي. شوف أمامنا الكرات الثابتة. النادي الأهلي يحاول، نادي القطن الكاميروني. أدي حارس المرمى، على فكرة لعب لهم اليوم بوكار حارس المرمى، لعب لهم فترة من 92 ل 95. أيضا مكسيم حارس الهلال السوداني أيضا كان لعب لفريق نادي القطن الكاميروني. حارس المرمى النهارده راؤول إنجوي. علي معلول نجم الدولي التونسي، نجم المتألق الحقيقة، واللي كان أحد النجوم في لقاء مصر. راسية يا ولد، هو نوية الغزال هنا يطير، وبضربة راسية يسجل النادي الأهلي الهدف الثالث. علي معلول يصنع، والغزال عمرو جمال يسجل. وعيد يا نصر، فرح مصر. وهدف الأهلي أمامنا، هدف الأهلي الثالث. عمرو جمال ضربة راسية حلوة قوي الهدف. ادي علي معلول، واللي حضراتكم كان نجم في لقاء مصر وتونس في تصفيات 2019 في الكاميرون. بص علي معلول عاملها حلوة قوي. وادي امامنا عمرو جمال، وكان معاه على فكرة سعد سمير في اللقطة الماضية، لكن تروح لمين؟ تروح لعمرو جمال. الكرة النهارده حابة عمرو جمال، عايزة تصالح عمرو جمال. علي معلول تمريرة روعة، لفة. شوف حضراتكم اللفة دي بس ايه، وعمرو جمال يوجه، علي معلول يلف وعمرو جمال يوجه، والكرة في الشباك. هذه الجماهير والفرحة، وما أجمل الفرحة الحقيقة في وسط هذه الأحداث، ويعني حالة الحزن اللي بتعم الشارع المصري بعد يعني رحيل شهدائنا في الحادث الإرهابي اللي وقع في رفح في شمال سيناء. 3-1 عمرو جمال، هدفين بعد ربع ساعة، وعمرو جمال في الدقيقة 53